الموقف السابق. شيكابالا من احرف اللعيبه اللي انجبتهم اللاعب المصريه في تاريخها. يعني في فلاتات كده بتيجي خطيب، حماده امام، شيكابالا، مش عايز انسى حد، في فلاتات كده بتيجي، وعلى ابو جريشه كنوز يعني، في فلاتات كده، وحسام حسن ايضا وفاروق جعفر وحسن شحاته، فلاتات، وحسام ابراهيم طبعا، انا خايف انسى حد يعني، وحازم امام. انت لما يكون عندك ثروه وتبددها تتحمل مسؤوليتها. هو بدد هذه الثروه وهذه الموهبه. كل ما يروح نادي، راح السعوديه ما كملش، راح اليونان ما كملش، راح الامارات ما كملش، الزمالك ما كملش، البرتغال ما كملش. ومع ذلك احنا بنحاول نحل مشكله شيكابالا، لان مشكله شيكابالا ماليه. خلاص شيكابالا، هو كان عندي في البيت من اسبوع، هو صاحب احمد وامير على فكره جدا. هو شيكابالا خلاص، لانه 30 سنه وفاضل له سنتين ثلاثه بالكثير وبقى كويس، عايزين نحلها له ماليا. قلت له حل مشكلتك لازم تروح تعتذر للنادي سبورتنج الاول، ده لازم. سبورتنج لشبونه في البرتغال، عشان لازم ما بيجيش بالعين، ده نادي كبير مش نادي صغير. اتنين، المبلغ اللي هو حاطه 10 مليون مش عارف ولا كام، انت باعتذارك هتخفف الوطأة ونقدر ندفعهم، تمام؟ لو شيكابالا عمل كده هيرجع ان شاء الله. وانا باعت وفد من عندي هيسافر باذن الله الاسبوع دون، هيقابل رئيس النادي هناك مع هو طبعا انت عارف السفير البرتغالي جه زارنا في النادي وعمل معانا صداقه، عمل لنا عضويه دلوقتي، والسفير البلجيكي والسفير الكويتي، السفير السعودي طبعا لا، لانه مش طايق نادي الزمالك، وده راجل سفير السعوديه في النادي الاهلي، واخد بالك، وعزمنا حتى في هو يعني الرجل لا ينكر اهلاويته، يعني انه ده نايم في النادي الاهلي، وانه لاعب في النادي الاهلي واصدقائه كلهم. لا انا عايز اقول لحضرتك سفير المملكه فوق دماغنا، والسعوديه لسه، لكن هو رجل دامث الخلق ومحب لمصر جدا، ولكن هو في معاه موقف مع نادي الزمالك لغايه دلوقتي مش عارف هو ايه. هو دعانا ورحنا له بيته على فكره، ودعاناه يجي الزمالك، رفض يجي، خايف يزعل صديقه محمود طاهر، واحنا خلاص واخدين موقف. ده ما يمنعش احترامنا الكبير للشعب السعودي وعلاقتنا بالانديه السعوديه، يمكن اكتر نادي ليه علاقه بالسعوديين. هقول لك يمكن دلوقتي بعض الاخبار الحصريه ليك بالنسبه لنادي الزمالك. فده مزعلنا يعني شويه من السيد السفير احمد قطان، وفي رسائل متبادله بيني وبينه، ولكن ده عتاب الاحباء، يعني انا بعاتبه لاني لا، وانا واثق انه سمع، لانه هو يعني سفيرا للسعوديه في كل مصر، وبالتالي لا يعني لا يمكن ان يخص مشجعي. لا بس انا فكرت بحاجه يا وائل، وانت فاكر لما حصل موضوع الجزاوي وحصلت هجمه على هذا الرجل المحترم وحصل السفاره، الوحيد تقريبا اللي طلع واتكلم وما خافش كان مرتضى منصور. مش عشان متذكر انا لو تفتكر وقلت لا يليق انك تتحدث عن خادم الحرمين الشريفين بهذه الطريقه، ولا الشعب السعودي المحب المصريين. على فكره علاقه المصريين بالسعوديين ده من ايام الملك عبد العزيز والملك فؤاد والناس دي، ده من زمان، ده تاريخ طويل. فده شيكابالا انا بعت وفد ان شاء الله. بس في حاجه